السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. تعالوا بينا نعمل كده عشاء خفيف النهاردة. حاجة كده بسيطة ونشجع كده بعضينا. يلا قومي من تحت الغطا واعملي كده احلى عشاء لاولادك. اول حاجة هنسمي الله، هنسلق بطاطس ونحمرها. طب ما كانش عندي الا شوية زيت صغيرين، ما نتعشاش يعني، لا قلت يا بنت فكري. هنعمل حبة كده بطاطس مسلوقين وهنحمرهم. اول حاجه جبت البطاطس ونقعتها شويه وغسلتها من الطينه وحطيت عليها شويه ملح وسلقتها. زي ما انتم شايفين كده بتتسلق بتبقى زي الفل. بعد كده هنبدا نقشر البطاطس. طبعا حطيتها تحت ميه عشان البطاطس السوا بتاعها هيقف، وهنبدأ نقشرها. بعد كده معايا هنا حوالي 3 4 طماطميات كده. هنعمل شوية طماطم شرايح يبقى جنب الأكل، عشان المخلل اللي عندي كان خلص. تمام كده زي ما انتوا شايفين. والطماطم التانية هنعملها على جبنة. هنقطع كده طماطم مكعبات، هنعملها على جبنة حادقة. كان نفسي فيها قوي، فقلت اجيب شوية جبنة حادقة نعملهم على طماطم. بألف هنا وشفا طبعا على قلبكم. حاجة كده سهلة وبسيطة، وفي ظل الغلاء ده باللي موجود في البيت هنتعشى، وبألف هنا وشفا طبعا. متنسوناش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي. هنا انا كنت جايبة بحوالي 13 جنيه جبنة مزبدة حادقة، جايباها من عند اللبان زي الفل. انا ما بجيبش الجبنة العلب دي خالص، يا قريش يا يا الحادقة دي. بألف هنا وشفا طبعا. عملتها كده وظبطتها وحطيت عليها سنة من الملح، وتمام كده على الآخر. تمام كده. نضفت بتاع طبعا عشان العين بتاكل قبل البق. زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطماطم دي بنتي جت خدت طماطميتين بالهنا والشفا فخلصتهم. معايا كمان هنعمل بقى بيض اومليت. معايا البيضتين وهنحط عليها شوية ملح وسنة فلفل اسود ونرب البيض كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. صلوا على حبايب قلبي كده طول ما انتوا واقفين في المطبخ، وعشان الحاجة تخلص كده بسرعة، وكمان تبقوا ذكرتوا ربنا، واحنا كمان في شهر رجب، شهر مفترج. الحسنة فيه بألف حسنة. فطول ما احنا واقفين كده حبايب قلبي نصلي على النبي، نذكر الله، نستغفر. زي ما انتوا شايفين كده انا هنا بقشر البطاطس، بتقشر بسهولة جدا جدا. وهقطعها كمان حلقات زي ما انتوا شايفينها، حلقات متوسطة مش تخينة قوي. وفي زيت شوية زيت كده صغيرين، ده اللي كان عندي اخر شوية زيت للأسف. وكان طبعا الساعة 1 بالليل، كانت الناس كلها قفلت، معرفتش انزل اجيب. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نقلي البطاطس. طعمها على فكرة يا جماعة حلوة جدا للناس اللي ما جربتهاش. زي ما انتوا شايفين كده هتاخد كده تتحمر، تاخد لون. والناحية التانية هقلبها نفس الكلام، هتبقى زي الفل. وهنحط عليها شوية ملح وفلفل. انا حطيت عليها البطاطسايه بتجري مني. انا حطيت عليها شويه كده من بهارات البطاطس. انا كنت عاملاها قبل كده على القناه، يا ريت تشوفوا الفيديو. هنا طبعا حطيت معلقه من السمنه، او لو في زبده وزيت. وهحط فيها البيضتين اللي ربيتهم عشان يبقوا احلى اومليت زي ما انتوا شايفين كده. هبدا اظبطه و لحد ما يستوي ونقلبه الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده لازم البيض كله يبقى محطوط يعني متفرغ في الطاسة زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنبدأ نقلبه الناحية التانية. هو كده استوى الحمد لله من الناحية دي. تمام كده. هنبدأ نسويه الناحية دي وخلاص تبقى بألف هنا وشفا. كده انا عملت بقى، حطيت على البطاطس زي ما انا قلت لكم بهارات البطاطس اللي انا عملتها قبل كده معاكم، والبيض الاومليت. وكان في عندي حزمة جرجير حلوة متبقية من الصبح، والطماطم والجبنة بالقوطة. وبألف هنا وشفا على قلبكم.